السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل اكله اقتصاديه وحلوه جدا جدا جدا. مفيش حد ما بيحبهاش. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. جبت ربع كيلو فول مدشوش، اللي هو الفول المدشوش، اللي هو الفول المقسوم نصين من غير قشره. جبته من عند العلاف، الربع ب 15 جنيه تقريبا. جبته ونقيته وغسلته كويس أوي ونقعته من بالليل لغاية الصبح. فجيت الصبح رحت غسلاه وحطيته في حلة زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بصلاية قطعتها 4 تربع وحطيتها عليه، وجبت 3 4 فصوص توم صحيح وحطيته، وجبت كزبرة خضراء وبقدونس ورحت حاطاه وحط عليهم مية سخنة. غطيته كده بالمية السخنة وسبته على النار لغاية ما يستوى. عقبال بقى ما الفول يستوى رحت حاطه طاسه على النار وحطيت فيها شويه زيت، وجبت بصلايه كبيره مقطعه قطع صغيره ورحت حطاها علشان احمرها، وايدي تفضل فيها كده عشان تاخد كلها لون واحد. اهو شايفين وانا بحمرها كده ايدي فيها على طول، ما سبتهاش عشان تاخد اللون كلها واحده. مش عايزينها تاخد لون غامق عشان ما تمررش معانا. اللون كده حلو جدا. ابتدي بقى اطلعه. لما اجي بقى اطلع البصل ما اطلعوش على مناديل ورق، لا، اطلعه على مصفى. المصفى بتخليه بيطلع مقرمش، لكن المناديل بتطريه. الفول معانا زي ما انتوا شايفينه استوى كويس قوي. هطفي عليه، ودلوقتي بقى هجيب الهاند بلندر واقعد بقى ايه اهرسه فيه، او نحطه في الخلاط. بس الخلاط لازم لما يبرد عشان الخلاط بتاعك ما يبص منك، لكن الهاند بلندر نضربه وهو سخن عادي. وبعد ما ضربته هرجعه في الحلة تاني، وهحطه برضو على النار، وهحط معاه ملح وكمون وكزبرة وشوية شطة، وهسيبه كده يغلي غلوتين عشان يتقل شوية. وممكن احط مكعب مرقة، دي اختياري. بعد كده هروح حاطة طاسة على النار واحط فيها معلقة سمنة، واحط فيها معلقة توم صغيرة، واول ما يجي يصفر هروح نازلة عليها بالكزبرة الناشفة. هديها كده تحميرة، واروح نازلة بقى على البصارة بتاعتنا. الله على الريحة، الله على الريحة والجمال. الريحة تحفة تحفة تحفة، حلوة جدا. وهغطيها بقى واسيبها تهدى. بعد كده بقى هجيب الاطباق بتاعتي واحطها فيها واسيبها تهدى شوية، وازينها بقى بالورد بتاعنا اللي هو البصل المحمر. شايفين الشكل والطعم؟ تحفة. هاتي بقى كام رغيف كده بقى مقمرين كده حلوين، وشوية مخلل وشوية خضرة معاها. الله على الجمال، حلوة جدا وما يختلفش عليها اتنين. وحاجة اقتصادية، يعني ب20 جنيه 25 جنيه بالكتير هنأكل عيلة. جربيها وقولي رأيك في الكومنتات. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.